dit seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. لكل بداية نهاية، ولكل سيناريو درامي نهاية مفتوحة. قد تكتب بخيوط من ذهب ويسود العدل والانتصار في النهاية، أو ستكتب لتكون فعلا تستحق لقب الخسارة الكبرى. غير أن قوم رفضوا الاستمرار في الانبطاح والركوع لتنطلق الانتفاضة الإفريقية، وسيناريو الاستعمار الفرنسي في دول إفريقيا على وشك النهاية، وما هو إلا عد عكسي لنهاية عهد استعباد واستغلال الفرنسيس لما تملكه القارة السمراء. فالماما فرنسا كزوجة الأب القاسية التي لا ترحم ربائبها وتستغل طاقتهم وما يملكون تحت اسم الأمومة المزورة. قبل أسابيع قليلة تصدرت منطقة الساحل الأفريقي عناوين الأخبار إثر انقلاب عسكري في النيجر لفت الانتباه إلى منطقة اعتادت أن تعيش طي النسيان. فعلى مدار تاريخه لم يحظى الساحل الأفريقي باهتمام دولي واسع، ولم تكن المنطقة أكثر من مجرد معبر تقليدي لمرور القوافل التجارية وتجارة الملح والذهب والعبيد. جيوسياسيا، فصل الساحل الأفريقي بين فضائين مختلفين تماما، هما شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، مشكلا بذلك منطقة شاسعة تمتد من شرق القارة إلى غربها، وهي منطقة أوسع من اسم دول الساحل الأكثر تداولا اليوم الذي يحصر المنطقة في 5 دول، هي مالي والنيجر وتشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو. اقتصاديا تعد دول الساحل الأفريقي من أفقر دول العالم، لكنها تتمتع على النقيض من ذلك بثروات معدنية كالذهب واليورانيوم والفوسفات، بجانب الثروات النفطية المهمة، وهو ما أكسب المنطقة أهمية جيواقتصادية. أما سياسيا فقد باتت البلاد مرتعا لأزمات معروفة تكرر نفسها دون توقف، من انقلابات عسكرية إلى أزمات سياسية بسبب الفساد وضعف المؤسسات، ليكون بذلك الخيط الرابط بين الأنظمة السياسية وبين المجتمعات أضعف من أن يقيم دولا حقيقية. يعد الاستعمار هو المسؤول الأول عن الحالة المتردية لدول الساحل اليوم، وحين نتحدث عن الاستعمار في دول الساحل فنحن نعني فرنسا على وجه التحديد. وضعت باريس يدها رسميا على المنطقة عبر مرسوم عام 1895 الذي أعلن أفريقيا الغربية منطقة فرنسية. لم يدم ذلك الوضع طويلا، فقد حصلت دول أفريقيا الفرنكفونية على استقلالها في نهاية المطاف، لكن فرنسا ليست ساذجة لكي تفرط بسهولة في كل ما ملكته يمينها سابقا من خيرات هذه المنطقة. لذلك وضعت باريس استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين في القارة السمراء، وتحديدا في منطقة الساحل وغرب أفريقيا. أولهما هو اقتحام المنطقة بطريقة عميقة لا تتأثر بالنزعات التحررية لدى الدول الأفريقية، مع الحفاظ على علاقات استثنائية مع قادة هذه الدول على جميع المستويات. وبدلا من أن تعزز باريس من دعمها لأصدقائها الأفارقة كما زعمت، فإنها زرعت المزيد من بذور الشك والتمرد في صفوف شعوب المنطقة وحتى حلفائها الافتراضيين من القادة العسكريين. وفي عام 2020 بدأت أحجار الدومينو في منطقة الساحل تتساقط عبر انقلابات عسكرية أطاحت بالقادة الموالين لفرنسا في مالي، ثم في بوركينا فاسو، وختاما في النيجر، وعلى شاكلة الاستيقاظ من بعد سبات عظيم. استفاقت إفريقيا من سباتها وانتفضت على من ظلمها واستنزف طاقتها وجهدها. وأخيرا فهمت الدول الإفريقية أنها بما تملك تستطيع تدمير عهد استعباد فرنسا، فجاء انقلاب بعد انقلاب ليضرب بلدان من القارة، آخرها الانقلابان اللذان أطاحا بنظام الحكم في النيجر والغابون، وانقلاب بوركينا فاسو ومالي التي تزيد من إضعاف الاستغلال والتواجد الإمبريالي الفرنسي في بلدان إفريقيا. هي إذا الانتفاضة الإفريقية، وهذه هي نهاية كل ظالم مستغل. ففرنسا تجبرت إلى أن حسبت أن كل ما للقارة السمراء ملكا لها بتواجدها الإمبريالي، وبتعالي الرئاسة الفرنسية واستعلائها شارفت هذه الأخيرة على نهايتها المأساوية.
نهاية لن ترضي من كانت بالأمس كل ما تريده تملكه، وعندما تنتهي من استنزاف طاقة دولة ما تنهيها وكأنما وجودها كان إشاعة. سياسة الاستعباد لم تعد تليق بجيل اليوم الإفريقي وبدول إفريقيا، فكيف سينتهي المطاف بالماما فرنسا؟